حياكم الله. أمس تطرقنا على موضوع أصل مصر والعرب. اليوم هناقش معاكم في الفيديو ده أصل العرب، وكلامي يعني ممكن الله أعلم، لأن أنا واخدة من كلامي من أمهات الكتب، قد أكون على محمل غلط، فأتمنى من المتابعين يصححوا لي في التعليقات لو أنا أخطأت. أصل العرب معظم المؤرخين ذهبوا إلى أن أصل العرب هي بلاد اليمن السعيد، وهي أقدم حضارات العرب بالثلاث ممالك، أولهم سبأ وهي قمة الازدهار، ويرجع طبعا ذكرها في القرآن الكريم لسيدنا سليمان وملكة بلقيس، وكيف كان كمية الازدهار اللي كانت اليمن عايشة فيه. طبعا يتلوها مملكة حضرموت ومعين، وبعد كده آخر مملكة حمير، وهي اللي بدأ فيها الضعف وانهار سد مأرب، وهو سبب الحضارة عندهم. يعني يرجع برضو الفضل في الحضارة ليه؟ لأن متى ما وجد الماء وجد الزراعة، وجد الحيوان، وجد الإنسان. ولذلك أيضا مصر وجدت الحضارة على ضفاف نهر النيل، لأن المية، الأرض، الزراعة، الحيوان، الاستقرار، فالبني آدم يقدر يعيش. لكن العرب قبائل وبالترحال مع الصحراء من مكان لمكان، مكان يكون فيه البئر والزراعة فبيستقر شوية، يجف البئر والزراعة تنشف، فبياخدوا المرعى بتاعهم والأغنام والإبل ويبدأوا يتنقلوا، وهكذا كانت حياة العرب، قبائل قبائل قبائل. إلا أن أقدم حضارات العرب كانت اليمن، لأن سد مأرب عمل لهم حضارة واستقرار. بانهيار سد مأرب نزحت القبائل العربية للشمال، بعضهم استقر في شبه الجزيرة العربية زي القحطانيين والعدنانيين، وبعضهم صعد لبلاد الرافدين، يعني اللي احنا بنقول عليها دلوقتي العراق والشام، اللي هم الغساسنة والمناذرة. أصل بلاد العرب هي اليمن، ده على حد علمي هي أصل القبائل العربية. لم يذكر قبل اليمن قبائل عربية. الناس اللي بتقول مصر عربية ينسب العرب لسام ابن نوح، وينسب أصل مصر، وأصلا سميت مصر على مصرايم ابن حام ابن نوح، من أخين مختلفين. إحنا من حام والعرب من سام. طبعا بعد الطوفان والأرض كلها بادت، الثلاث أولاد سيدنا نوح حام وسام ويافث. شكرا ليكم، ولو غلط اتركوا لي بالتعليق.